ابل بتقابل مشكلة كبيرة جدًا معاها من يوم 9 فبراير اللي فات، إيه هي المشكلة؟ فلو أنت مهتم بمشكلة ابل الأخيرة يبقى لازم تشوف الفيديو ده من أوله لآخره، يالّا ندخل الفيديو عشان ما اطوّلش عليك، تعالَ. أول حاجة كل سنة وحضراتكم طيبين بحلول شهر رمضان الكريم، وربنا يتقبل منكم ومنا كلنا أجمعين، كل سنة وحضراتكم طيبين. يوم 9 فبراير اللي فات قابلت مشكلة كبيرة جدًا بسبب خاصية مهمة جدًا، ومن أهم الخواص الخاصة بشركة أبل، ألا وهي خاصية end to end encryption. سريعًا للي ما يعرفش الخاصية بتاعة end to end دي أعلى حماية لحاجتك الشخصية كمستخدم أبل، يعني iMessage يعني FaceTime يعني كل الsecure اللي بينك وبين موبايلك أنت بس، ما حدش يقدر يتحكم فيه إلا أنت، حتى أبل بذات نفسها ما تقدرش تتحكم في الحاجة اللي تخصك على موبايلك إلا من خلال إذنك أنت ومن خلال موبايلك أنت، ولو أنت جربت تتواصل مع شركة أبل في مشكلةٍ ما في الموبايل بتاعك، أبل بتطلب منك إن أنت تدّيها access معين إن هي تقدر تتحكم في التليفون قدامك، يعني يبقى الموبايل بتاعك في إيدك كده وتلاقي الموبايل كله بيتحرك وتقدر هي تخش تضبط الإعدادات بتاعتك، ولازم قبل ما هي تعمل كده في موبايلك أنت اللي بتدّي الموافقة إن هي تقبل حاجة زي كده، إنما أبل ذات نفسها في الend to end اللي عندها ما تقدرش تتحكم في الموبايل بتاعك خالص ولا الداتا اللي عليه، فبما إن الsecure ده عالي جدًا فعشان كده الناس بتروح لشركة أبل وبتروح للموبايلات التي تدعم الiOS. إنما حصلت مشكلة يوم 9 فبراير بطلب غريب من بريطانيا اللي هي طبعًا إنجلترا بشركة أبل إن هي تدّيها access تقدر تخش بيها على الموبايلات بتاعة الناس بتاعتها، سواء الممثلين، مغنيين، أي حد من عامة الشعب شايل موبايل أبل، بريطانيا طلبت الaccess إن هي تخش على أي موبايل أبل تقدر تعرف إيه الحاجة اللي عليه، وده طبعًا خارج قوانين شركة أبل، بدليل إن أنا قُلت لك في أول الفيديو إن شركة أبل ذات نفسها ما بتقدرش إن هي تشوف الحاجة الخاصة بيك أنت كمستخدم آيفون أو مستخدم أي حاجة تخص الأبل، فبالتالي شركة أبل رفضت، فبريطانيا رفعت قضية في المحكمة على شركة أبل وللأسف حاجة غير متوقعة إن بريطانيا قدرت تكسب القضية دي، فبقت بريطانيا دلوقتي عندها access إن هي تقدر تفتح أي آيفون تشوف إيه اللي جواه وتتجسس عليه من أسماء، من رسايل، من صور وفيديوز، من كل حاجة. ده الخبر الوحش، بس الخبر الحلو يا صديقي إن بريطانيا كسبت القضية دي فعلًا وتقدر تعمل كده فعلًا بس على الموبايلات اللي في بريطانيا فقط، في إنجلترا فقط. يعني لو أنت دخلت بالموبايل بتاعك المجال الإنجليزي، أنت كده بقيت اعرف إن أنت تليفونك مركوب، ده لو أنت شخصية عامة يعني أو عندك حاجة تخاف عليها، إنما أنت برّه إنجلترا أنت يستحيل أي حد هيقدر يعمل فيك أي حاجة. أكيد Apple هتنزّل software قريب الفترة اللي جاية دي بخصوص الموضوع ده، بس سبب الفيديو ده إن أنا أكلمك عنه، إن أنا عشان خاطر أعرّفك إن إنجلترا بقى ليها access رسمي إن هي تقدر تتحكم في أي آيفون أو أي حاجة بتدعم iOS داخل إنجلترا. تابعني يا صديقي لو أنت أول مرة تشوفني، إحنا بنعمل فيديوهات مقارنات بين موبايلات الآيفون والموبايلات الفلاج شيب حول العالم، وبنحاول وبنسعى جيدًا إن إحنا نجيب لك أماكن موثوق منها تقدر تقوم بيها بخدماتك التكنولوجية، سواء كانت موبايلات أو كمبيوتر PC أو لابتوب أو ما شابه ذلك. تابعني على الفيسبوك بيج أحمد_تربو بنجيب عليها عروض هتعجبك الفترة اللي جاية إن شاء الله. حابب الاستفسار بالأسعار وحركة السوق هتلاقيها على موبايل تربو، تابع الصفحة دي هتفيدك إن شاء الله في الأسعار. حابب تشوف فيديوهاتي منسقة تحت بعضيها هتلاقيها على اليوتيوب channel أحمد تربو. أتمنى إن أنت تتابع القناة وتفعل زر الجرس عشان يجيلك كل جديد إن شاء الله. استنى رسايلك على الانستجرام، واعذرني لو بطول في الرد عليك، ضغط رسايل مش أكتر والله. كان معاك أحمد تربو، سلام عليكم.